تجمع عدد من شباب رابطة التراس أهلاوي أمام بوابة النادي الأهلي بالجزيرة بهدف تنظيم مسيرة تنطلق من أمام بوابة النادي متجهة إلى مكتب النائب العام. ويطالب المشاركون في المسيرة بالإفراج عن زملائهم الذين تم القبض عليهم في أحداث مطار القاهرة الأخيرة. وينضم إلينا للمزيد من المتابعة موفدنا إلى المسيرة محمد عبد الصبور. محمد، بداية كيف يبدو الوضع لديك وماذا عن أعداد المشاركين في المسيرة وأيضا المطالب والشعارات التي يرفعونها؟ دينا، كما تعكس الكاميرا الان وسري الصوره امامك، بدات تتجمع اعداد كبيره من قبل اعضاء التراس النادي الاهلي، وهي مسيره سلميه كما اعلنوا عنها في بيانهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر ايضا البيانات التي توزع علينا من قبل اعضاء الالتراس. هي مسيره سلميه ستنطلق في تمام 12 بعد قليل او بعد 5 دقائق او 10 دقائق من الان، ستتجه الى مكتب النائب العام. هم يحملون مطلب واحد وفقا لما جاء في بيانهم، وهو الحريه لشباب الالتراس، بمعنى الافراج عن عدد 25 من اعضاء الالتراس الذي تم القاء القبض عليهم وتم ايداعهم في منطقه سجون وادي النطرون بعد احداث المطار، وبعد قيام مجموعه من شباب الالتراس كانوا وفقا للبيان ايضا يقولون انهم كانوا يستقبلون فريق كره اليد، ولكن وفقا لروايه وزاره الداخليه قالوا انه تم الاعتداء على عدد من الضباط وعدد من الجنود، وتم الاعتداء على عدد من ايضا على صاله الوصول هناك في مطار القاهره، وهناك تجمع كما تعرف. نعم، شكرا. عدد من الشباب. نعم، شكرا محمد عبد الصبور موفدنا.